قصة النهاردة مميزة جدا جدا جدا، وبجد فيها عبرة لكل بنت أو لكل زوجة بتفكر إن هي تخون جوزها، أو بتحط لنفسها أي أعذار أو شماعة أو أي تلكيكة علشان خاطر تبرر لنفسها أفعالها وغلطتها. اسمعوها وأتمنى من كل قلبي إن هي تفيدكم. أهلا بكم في قصة وحكاية جديدة. ياريت بس قبل ما نبدأ قصة النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ قصة النهاردة. سلمى بنت من تبازة، وكانت بتحب جوزها أكتر ما أي حد في الدنيا بيتخيل، يعني اللي هي بنت بتموت في التراب اللي هو بيمشي عليه. كانت عايشة معاه عيشة كريمة جدا، وكان راجل غني ومبسوط وأموره متيسرة جدا جدا. بس كان عندها مشكلة، إن هي حياتها ماشية على نفس الوتيرة. هي أول ما تصحى من النوم الصبح تحضر له الفطار ويفطر ويروح الشغل، وبعدين هي تبدأ إن هي تحضر الغدا ويجي من الشغل ياكل ويدخل ينام، ولا يقعد معاها ويتكلم ولا يهزر. وطبعا انتوا فاهمين قصدي. ودي كانت أكتر حاجة مضايقاها في حياتها دي. ده كان روتينها، روتين كان قاتل بالنسبة لها. جزء من حياتها فاضية. في يوم من الأيام وهي بتحضر الفطار، جه اتصال لجوزها وقال له إن هو ابن عمه إسلام، إن هو هيروح المدينة وإن هو هيعدي عليه ويقضي معاه أسبوع تقريبا أو كام يوم، عبال ما يخلص الأشغال اللي هو مسافر علشانها المدينة. وفعلا بعد ما قفل السكة فهي سألته انت كنت بتكلم مين؟ فقال لها ان هو كان بيكلم اسلام، وان هو جاي علشان يقعد معانا فترة. من جواها كده هي فرحت بقى، وقلبها بقى بيتنطط من الفرحة لمجرد ان في شخص هيجي يقضي معاهم في البيت اغلب الوقت. هي كانت عارفة ان اسلام ده، كانت عارفاه، لكن كان بقالها فترة ما بتشوفوش، وهي من جواها فرحت وحست الموضوع ده هيكون في مصلحتها. ومش عارفة هي ليه لغاية دلوقتي كانت حاسة ان هي عايزة لما اسلام يجي يشوفها في اجمل وابهى شكل. وقالت بين نفسها ان هي اخيرا هيجي حد ويخرجني من كل اللي انا فيه ده، لان هي كان الوقت عندها بيعدي بالعافية. واي واحدة متجوزة وقاعدة في البيت ومعاها عيل او عيلين او معهاش عيال خالص، هتبقى فاهمة الاحساس ده بالنسبة لها. يعني هو احساس قاتل بالنسبة لها، ولكن طبعا مش معناه ان هي تخون جوزها. المهم طبعا هي ما كانتش تعرف ان دي بداية خراب بيتها وحياتها كلها. تاني يوم الصبح جوزها صحي من النوم وفطرته ولبس وراح شغله، وبدأت تحضر الغدا فلقيت حد بيخبط على الباب. فكانت بتشوف مين واتفاجئت ان هو اسلام. فتحت له بسرعة وطلعت تجري من غير ما تخليه يشوفها، لانها كانت عايزاه يشوفها وهي جميلة وهي بتطبخ وبتعمل اكل ومبهدلة دلوقتي نفسها. راحت طالعة مغيرة هدومها ومسرحة شعرها ولابسة لبس حلو قوي، وهي برضو مش فاهمة. هو عايزاه يشوفها مثيرة، طب ليه؟ يعني مش فاهمة. بدلت هدومها وسرحت شعرها ونزلت له كده بعد ما حطت أجمل ميك اب عندها. خليته اتصدم بجد لما شافها، لأن هو كان بقاله كتير برضو ما شافهاش. حتى هي برضو أول ما شافت إسلام لفت انتباهها قوي. لقيته كبر كده ولحيته كبرت وعضلاته وصدره، وكانت مركزة قوي في صدره ومش عارفة ايه بصراحة الولية دي. فقالت لنفسها وقتها قد ايه إسلام بقى جميل. بس من كتر ما هي كانت مكسوفة منه وان هو عاجبها ومرضتش ان هي تسلم عليه ولا ترحب بيه قوي، يعني من شدة ما كانت مكسوفة من نفسها سلمت عليه عادي، وقالت له انت عامل ايه واخبارك والحكاية والرواية. وقعدوا يفكروا في الماضي واللي حصل، وقضوا وقت جميل وهي استمتعت بالوقت ده. للأسف استمتعت قوي بالوقت ده مع إسلام لحد ما جوزها محمد جه وسلم على إسلام. وراحت هي تحضر العشاء وتعشوا سوا، وبدأوا ان هما كمان يتكلموا مع بعض،
لحد ما سهروا زيادة عن اللزوم. ومحمد ما بيسهرش، أول مرة محمد جوزها يسهر معاها، ولكن كان في وجود إسلام. ده مش هما الاتنين مع بعض لوحدهم، طبعا انتوا فاهمين قصدي. قعدوا مع بعض وهزروا وضحكوا لحد ما تعبوا من كتر السهر. فهي طبعا كانت محضرة أوضة إسلام، فوصلته الأوضة بتاعته وقالت له أتمنى لك أحلام سعيدة، وكانت بتهزر معاه. راح هو قال لها لو انتي بس كنت في الحلم. وهي اتكسفت قوي وقتها، وهي حست بشرارة إعجاب بينها وبين إسلام، حست اضطرابات قلبها وقتها بتزيد. وكانت فرحانة بالشعور ده جدا وقتها، لأنها ما كانتش تعرف آخرة الشعور ده ممكن يوديها لفين. راحت علشان تنام ودخلت أوضتها، وفعلا طلعت على السرير وحطت راسها على المخدة، لكن ما قدرتش تنام. فضلت طول الليل تفكر في صاحبها إسلام، ومش قادرة ان هي توقف تفكير عنه. هو اللي قعد وهزر واتكلم معاها، ومحمد جوزها راح في سابع نومة. مجرد التفكير ان هي كانت بتفكره في اسلام ده، كانت بتحس ان هي فرحانة وسعيدة، ان في حاجة جديدة في حياتها، في حاجة غيرت حياتها، حاجة هتكسر الملل. حتى هي وقتها ما فكرتش ان الحاجة دي اصلا غلط وما ينفعش، وكانت ممكن ان هي تفكر كده في جوزها بس. هو ده اللي حصل. فضل تفكر فيه وما قدرتش تنام لحد ما الصبح طلع. وما نامتش اليوم ده، وحضرت الفطار، وفعلا جوزها فطر وراح للشغل، وإسلام ما مشيش. معرفش بصراحة ازاي مشي وساب لها ابن عمه ده. ده حتى لو اخوك يا اخي ما تسيبوش ابدا نايم في بيتك وانت مش موجود. بس طبعا هو صحي بدري علشان شغله، وساب اسلام بقى ينام براحته. راحت هي بقى نظفت ورتبت وعملت كل حاجات البيت، ودخل عليها إسلام لما صحي من النوم. دخل عليها المطبخ وحطت له الفطار، وقعدت قدامه علشان تتفرج عليه. تخيلوا ان هي حطت له الاكل وقعدت تتفرج عليه. كان بالنسبة لها ده برضو احساس جميل جدا. فضلت تبصله لدرجة ان هو نفسه اخد باله ان هي بتبصله، وسألها وقال لها هو انت بتبصيلي كده ليه، وبتبحلقيلي ليه كده، عجبتك؟ فقعدت تضحك بكل سخرية، وقالت له يمكن. وقعدوا يهزروا ويضحكوا، وبعد كده خرج علشان يروح مشواره، ولكن نسى الموبايل بتاعه في قلب البيت. مسكت هي بقى الموبايل وكانت عايزة تردهوله، لكن لما بصت عليه لقيته مشي فعلا. فراحت ماسكة التليفون في ايديها، وبدأ الفضول يلعب في دماغها. بعد ما إسلام خرج وما قدرتش توصله التليفون، قعدت تقلب في التليفون بتاعه وهي قاعدة بتسلي وقتها. لكن اتفاجئت ان التليفون ده كان فيه فيديوهات ما يصحش ان هي حد يشوفها، يعني فيديوهات مش كويسة. وإسلام واضح ان هو شخص مش كويس، وايه اللي هيحط على تليفون الفيديوهات دي ليه؟ ما كانش يخطر على بالها، ولا هي بالنسبة له كان ممكن يجي في خيالها ان هي هتكون ست خاينة لجوزها اللي هي اصلا كانت بتحبه. لكن برضو بالنسبة لها هي طبعا، ودي الحجة بتاعتها اللي هي بتقولها لنفسها، ان برضو جوزها برود، جوزها وحياته المملة واهماله ليها في البيت دايما سايبني وحيدة، وعلاقاتنا تقريبا معدومة، وقلة هزار وضحكوا معاها، وقلة ان هو بيمارس معاها الحاجة دي خلتها تفكر في اسلام بالطريقة دي. يعني هي من قبل ما إسلام يوصل بيتها أصلا وهي بتفكر فيه، وهو بالنسبة لها شاب حلو وسيم ومفتون العضلات ووشه حلو وجذاب، وكمان بيلطفها بالكلام وبيهزر معاها في كل حاجة. ما كانتش بقى متخيلة ان ممكن تكون في عواقب وحشة للموضوع ده، او ان هي تسكت او تدخل في موضوع الخيانة، ان هي تسلم نفسها لحد تاني او جسمها. ما كانتش متخيلة برضو ان الشيطان ممكن يوصلها ان هي تعمل الحاجات دي مع شخص غير جوزها، وما كانتش تعرف ان البداية هتبقى من هنا. طبعا واحدة ست المفروض ان هي محرومة، ماسكة موبايل عليه فيديوهات يعني اباحية، فقعدت تقلب، وكل ما تتفرج وتدور وتلاقي، وتتفرج وتلاقي، وتتفرج وتدور وتلاقي تاني وتتفرج تاني، طول ما هي قاعدة لحد ما خلاص هي بقت تعبانة في الوقت ده. يجي بقى مين بقى في الوقت ده؟ طبعا إسلام.
يخبط على الباب. وقت ما هو خبط على الباب هي نفسها اتلخمت وراحت رامية التليفون من ايديها وجريت تفتح له الباب من غير ما تعمل ايه، من غير ما تطلع من الفيديوهات طبعا. هي وقتها كانت في حالة ضعف ومتفرجة على حاجات ما يصحش خالص ان هي تتفرج عليها، وحاسة ان هي عندها احاسيس بالحاجات دي، فمش مسيطرة على نفسها اصلا. فجه هو ومسك تليفونه، واول ما شغله لقى الفيديوهات في وشه. لكن هو خد الموضوع بطريقة، برضه هو شخص مش كويس. اول ما شافها ضحك وقال لها ايه، عجبتك الفيديوهات بتاعتي؟ هو انت بتحبي تتفرجي على الفيديوهات دي؟ وهي اصلا كانت اول مرة ان هي تشوف فيها حاجة شبه كده. وشها احمر وارتبكت وما كانتش عارفة تعمل ايه. بس هو كان بيبصلها وبيضحك قوي وقال لها ايه، الفيديوهات ديت ايه رأيك يا سلمى؟ وقتها هي سكتت ودخلت المطبخ وقعدت تلهي نفسها بأي حاجة. قعدت تدور على أي حاجة تعملها وقالت أنا هعمل لك قهوة علشان خاطر ايه، تقعد كده وتفوق. لكن هو ما كانش أمين على البيت اللي هو كان فيه، ولا كان عنده أي ذرة احترام لصاحب البيت اللي هو كان فيه. مشي وراها وحضنها من ظهرها، وهي وقتها استسلمت تماما. واحدة بتحب الشيء ده ومحرومة وفي نفس الوقت متفرجة على حاجات طبعا خلتها يعني عندها استعداد ان هي تعمل حاجة زي دي وقتها، وما كانتش حاسة بنفسها طبعا. ده مش تبرير يعني، بس هي بتقول كده. وهما في اللحظة دي قالت له انا خايفة لحسن جوزي يرجع ويشوفنا، احسن يشوفنا في الشكل ده، وقتها هيقتلني بجد. قال لها لا ما تخافيش، نص ساعة وكل حاجة هتنتهي. وهما الاتنين استسلموا للشيطان، واكتر من 3 ساعات متواصلة وهما مع بعض. والموضوع معداش نص ساعة ولا حاجة يا اسلام، طلع كداب. لكن قبل رجوع جوزها كانت هي مخلصة كل حاجة، ودخلت اوضتها وظبطت الفرشة بتاعت السرير علشان جوزها ما يشكش في حاجة. وبعد كده الغريبة ان هي كانت فرحانة وسعيدة من جواها، وكانت حاسة ان دي حاجة عوض. مش فاهمة ازاي هي شايفة ان الحرام ده ممكن يبقى عوض عن اللي بيحصل معاها ومع جوزها إهماله ليها. وكانت فرحانة، ولا فكرت في ربنا، ولا فكرت في العواقب، ولا فكرت في جوزها المسكين اللي هو مش في دماغها أصلا، ومش في دماغه أي شيء خبيث ولا سيء، وإلا ما كانش سابهم مع بعض. وما عندوش نقطة شك واحدة من ناحيتها. ودي بصراحة أنا شايفاها حاجة غريبة يعني. فضلت بقى هيمانة في اللي هي فيه، ودخلت تنام وصحت من النوم وهي مبسوطة. ودخلت خدت شاور وجهزت الأكل وكل حاجة تمام. وبعد ما رجع جوزها كانت خلصت كل حاجة وحطت الأكل على السفرة، وسألها جوزها هو فين إسلام؟ فراحت قايلاله ده لسه نايم ومصحاش طول النهار. جوزها استغرب وقال لها روحي انت صحيه، مش عارفة برضو ازاي طبعا. راحت لأوضة إسلام وصحته من النوم، وقالت له ان الغدا جاهز. ونزل وقعدوا ياكلوا هما التلاتة مع بعض. وطبعا جوزها ملاحظش اي حاجة ولا شك في اي حاجة، ولا فكر حتى ان انا قاعد مع مراتي ده راجل غريب في البيت النهاردة. لكن كان تعبان بسبب السهرة بتاعته اليوم اللي قبليها. وزي عادته كل ودخل نام على طول. قعدت هي وإسلام علشان يتفرجوا على التلفزيون مع بعض. ومجرد ان هي اتأكدت ان جوزها خلاص نام وراح في النوم فعلا، وفي نفس اليوم اللي هم ابتدوا خيانتهم فيه، ونفس اليوم اللي هم فعلوا الحرام وأصبحوا لبعض عشاق، هي بالنسبة لها ان ده بيديني المتعة الحرام قصاد ان انا بحس ان انا فرحانة ومبسوطة ومش مهم جوزي ده. اسلام ده فعلا قدر ان هو يلعب معاها لعبة العشاق باحتراف وكلامه الحلو ولسانه المعسول واستحواذه عليها. قدر فعلا ان هو يسيطر على عقلها بشكل غير طبيعي، وحولها فعلا ان هي تكون ست خاينة من غير اي رحمة لجوزها. جوزها اللي هي اصلا كانت بتحبه، وانا مش فاهمة ازاي كانت بتحبه وبتعمل له كل ده ومبررة لنفسها ان هي محرومة ومحتاجة الحاجة دي وهو مش بيديها لها.
بعد ما نام جوزها وتأكدوا ان هو نام، رجعوا عملوا نفس الموضوع اللي هم بدأوا فيه الموضوع ده، كملوا تاني بالليل وعاشوا مع بعض برضو ليلة حمرا. ده زي ما يكون هما الاتنين متعودين ان هما يبقوا مع بعض. مرت الأيام والشهور، وإسلام كان دايما بيروح لهم ويمشي، ويروح لهم ويمشي، ويقضي معاهم يومين ويمشي. وفي كل الأيام دي جوزها محسش بأي حاجة، وكان نايم في العسل وهي مكملة وما تكسفوش أبدا طول الفترة دي. وكان أوقات إسلام بيروح في غياب جوزها وبيعملوا كده وبيمشوا في نفس اليوم من غير ما جوزها يشوفه أصلا. وعاشت فترة طويلة تقريبا 3 سنين بنفس الطريقة دي. وهو طبعا كان الساعات بتروح له بحجة زيارة قرايبها، وبيعملوا كده في خلوتهم، وبيتعاملوا في كل حاجة. يعني لو إسلام ما قدرش يجيلها، هي كمان كانت بتروح له. وبعد شهور كتير راح لها إسلام في مرة من المرات، وكان وحشها قوي بعد ما جوزها راح للشغل اليوم ده. بالنسبة لها كان يوم مشؤوم. لما طولت غيبة إسلام عليها وكان وحشها قوي، بدأ تركيزها يقل. وفي اليوم ده من لهفتها عليه، فما كانتش مركزة قوي، فنسيت باب البلكونة مفتوح. وعملوا كده مع بعض وما خدوش بالهم من أي حاجة. لكن للأسف كان في شخص واخد باله ومركز ومصور كمان، هو الجار اللي كان ساكن قدامهم. وأول ما إسلام خرج من عندها، لقت جارهم بيخبط عليها الباب وقتها في اليوم ده. وكانت خايفة جدا، وقلبها من جواها كان بيترعش، وكانت مرتبكة ومش مسيطرة على نفسها من كتر ما هي كانت خايفة، وكانت مستغربة وقلقانة، وبتقول لنفسها أنا قلقانة ليه؟ ده إسلام مشي خلاص، ليه أنا قلقانة كده؟ راحت عشان تفتح الباب وتلاقي جارها قدامها وبيبصلها وبيضحك، بس ضحكة فيها خباثة شوية. فهي بصت له باستغراب وقالت له انت عايز ايه؟ قال لها انا عايز اعمل معاكي زي ما عشيقك اللي لسه ماشي دلوقتي من عندك كان بيعمل. وقتها اترعبت واتهزت من كتر الخوف، وقلبها فضل يدق بسرعة. بس المرة دي بقى مش من حب إسلام وإعجابها بيه، ده من الرعب. قالت له هو انت اتجننت؟ هو انت معتوه؟ هو انت مجنون؟ راح قال لها اسكتي بس دلوقتي وبصي على الموبايل ده. فلقت صور وفيديوهات ليها هي وإسلام. والراجل قال لها بشكل مباشر كده لو ما وافقتيش على طلبي، الفيديو ده هيكون في ايد جوزك هو والصور. وقتها كانت خلاص بقى هي هيغمى عليها فعلا من اللي حصل، وما كانتش عارفة تعمل ايه. وحاجة محدش يتخيلها ان هي تحصل، ما كانتش ممكن يخطر على بالها ان حد يشوفها ولا كمان يصورها. فضلت تتوسل وتبوس ايده وتقوله طب روح دلوقتي. قال لها انا هروح، بس انتي لازم توافقي على طلبي ده حتى لو مش دلوقتي. قالت له ماشي ماشي، وانا هعمل اللي انت عايزه بس مش دلوقتي. قال لها على العموم انا مش مستعجل يا مدام، خدي راحتك. يعني براحتك يا ماما، بس خلي في بالك ان انا هرجع تاني لما يكون في يوم جوزك مش ولا عشيقك مش موجود. واوضح ان الراجل ده كان واخد باله اصلا من دخوله وطلوعه، واليوم ده كان فرصة ان هم سابوا البلكونة مفتوحة، فبالنسبة له كان مجهز نفسه ان هو يصور، لان مفيش اي حاجة بتدارى. ولما حد بيكون بيعمل حاجة غلط بيكون في شرارة كده بيطلع منها دليل عليه او دليل ضده بمعنى اصح طبعا. هي من كتر خوفها فضلت تقوله خلاص ماشي انا موافقة، بس انت امشي دلوقتي. كان كل هدفها ان هو يمشي من قدامها. قفلت الباب ورمت نفسها على الكنبة وقتها، وقالت لنفسها، فضلت تلطم وتضرب نفسها وتلطم وتضرب في نفسها بكل قوة وبكل عنف، لان وقتها عرفت ان هي كده هتحول نفسها لواحدة رخيصة وعاهرة ملهاش ساعة. قالت مش معقول ان انا وافق على طلب الراجل الملعون ده، معقول ان انا هعمل كده؟ طب هو انا هبقى خلاص عاهرة؟ طب هو انا جسمي ده هيبقى كده مباح لأي حد من هب ودب؟ وقالت وقتها يا ريتني يا ريتني ما كنت قبل اليوم مت قبل اليوم ده. انا اللي عملت في نفسي كده علشان كنت خنت جوزي من غير رحمة. ازاي سقطت في الوحل ده؟ وازاي نزلت في القرف ده؟ كنت بتلذذ بكل الحاجات دي وهي كلها غلط في غلط في غلط.
بتلذذ بحاجات ونسيت كل حاجة، نسيت نفسها ودينها وجوزها المسكين، وقبلها كمان نسيت ربها، لأن ربنا وعقابه أهم بكتير من الناس أصلا. نسيت ربنا وقتها، هي وقعت على نفسها لكن ما كانتش عارفة تعمل ايه، توافق وهي مرغمة لطلب الراجل الملعون ده، وايه اللي هيفضحها في كل حتة، ولا تبلغ عنه جوزها. وقتها جوزها بالنسبة له كانت شايفة ان هو لو عرف حاجة زي كده هيقتلها، ففكرت وقالت ان انا لازم اوافق على الموضوع ده. بعد طبعا تفكير كتير الكلام ده حصل، وبعد ما كانت بتفكر ان هي تتصل بإسلام وتقوله على المصيبة اللي حصلت لها، لكن لقت نفسها ان هي مش هتقدر تقوله حاجة شبه كده، ومش هتقدر تشاركه في الموضوع ده تاني. تاني يوم جارها ده راح لها بعد ما خرج جوزها بساعة تقريبا، وطلب منها طبعا اللي هو عايزه وقتها، وهي حبت تخلع منه وقالت له ان هي مش جاهزة، وان عندها ظروف، وان هي عندها الدورة الشهرية يعني، ومش هتسمح العلاقة فترة. فقال لها يا ستي مش مهم، انا كده كده هستنى لما تغتسلي وتتطهري والدور يجي عليا، انا مش مستعجل. وكان بيطمنها، مش عارفة بيطمنها على ايه. لما خرج جارها المرة دي راحت الحمام وفضلت ترجع، ما كانتش متخيلة ان هي ممكن يحصل لها كل ده. تملكت نفسها وفكرت ان هي تتصل بإسلام وتحكي له عن المصيبة اللي هي فيها، بس خافت لان هي اصلا انسانة جبانة، وفي كل حاجة بتخاف من اي حاجة ومن اي شيء. ورغم جبنها ده ما فكرتش في المصايب اللي هي بتعملها دي، وده اللي انا مستغرباه. انسانة مهما كانت محرومة او تعبانة او بس انت جبانة، عملتي كل ده ازاي؟ مرت الايام وجه الراجل علشان يعاشرها، خوفها وجبنها وصلوها ان هي توافق، وفعلا الراجل بقى يجي لها علشان خاطر يعاشرها. وهي كل مرة بعد ما هو يمشي تفضل تعيط على نفسها، هي اللي عملت كل حاجة مع إسلام بمزاجها، وما فكرتش خالص في ربنا ولا في جوزها، ولا جالها ذرة تأنيب ضمير. لكن بس مع الراجل ده كانت بتأنب نفسها، وكانت بتحزن، وكانت بتفضل تعيط على شرفها اللي هي ضيعته، وبقت شايفة نفسها ان هي خلاص عاهرة، يعني ماشية مع راجلين غير جوزها. خيانة ويا لها من خيانة. 3 سنين كاملة وهي مش عارفة هي 3 سنين دول عدت عليها ازاي وهي بتعمل كده، وكل ده وما اتكشفش سرها ولا امرها ولا اتفضحت. بقت بتكره نفسها وباستمرار بتأنب نفسها علشان هي اللي وصلت نفسها للخيانة، واللي وصلتها ان هي تكون سلعة رخيصة عند اكتر من راجل. وكان ممكن الموضوع يزيد لاكتر من كده. بعد فترة بقت تبص على جسمها المنهك ده وتتمنى الموت، كان نفسها ان هي تموت قبل ما تحصل لها مصيبة اكبر من كده، او ان جوزها يحس بحاجة. جوزها اللي وقتها بس عرفت ان هو ما كانش بيبخل عليها بأي شيء غير موضوع ان هو مهمل لعاطفته او الاحتياجاتها، وبصراحة هو كمان يتعاقب برضو على ده، بس مش معنى كده ان هي تخونه، بس هو كان مقصر في حقها طبعا. ودي واحدة وده واحد بيشتغل وكان مفكر ان الست محتاجة بس المصاريف والفلوس، وانت لازم توازن بين ده وده، بين الشغل وبين احتياجات بيتك واهتمام بيتك ومراعية لمراتك. لو مراتك محتاجة لكده، وده اللي كانت هي محتاجاه، لكن برضو وقتها هي فهمت ان ما كانش فيه اي مبرر لخيانتها. سلمى بقى معاها 3 رجالة دلوقتي، جوزها وإسلام وجارها. في خلال ال3 سنين دي بعد ما عدوا كان هي عندها ولد وبنت، وبجد هي ما كانتش عارفة الولد والبنت دول من مين. كرهت عشائها إسلام ورفضت ان هي تعاشره، ورفضت ان هو يكون موجود عندهم بشكل دايم. لما عملت كده إسلام امتنع عنها وما بقاش يروح لها أصلا، وما بقاش يجي فعلا، وبعد عنها تماما، ولا ضايقها ولا يضغط عليها. بس كانت المشكلة الكبيرة بقى بالنسبة لها الجار ده كانت كل ما تقوله على حاجة او تتحجج له بحاجة كان يهديها ان هو يهددها ان هو هيقول لجوزها. فمن كتر ما هي بقت خايفة وتحت ضغط وخلاص هي مش عايزة تعمل كده، وفعلا وصلت لحد بعد دلوقتي الندم
لأنها كانت الأول ماشية في الطريق ومع كله خلاص الموضوع ده ضغط على أعصابها اللي هي خلاص عايزة توقفه. بس كانت المشكلة الكبيرة بقى بالنسبة لها الجار ده كانت كل ما تقوله على علة أو تتحجج له بحجة كان يهددها ان هو هيقول لجوزها. فمن كتر ما هي بقت خايفة وتحت ضغط وخلاص هي مش عايزة تعمل كده، وفعلا وصلت لحد دلوقتي ما بعد الندم، لانها كانت الاول ماشية في الطريق ومع كله خلاص الموضوع ده ضغط على اعصابها اللي هي خلاص عايزة توقفه بأي شكل من الأشكال. قررت وقتها ان هي تعترف لجوزها بالخيانة، لكن كل مرة كانت بتتراجع لان هي جبنها زي ما قلت لكم جه على بالها ان هي تتصل باختها. واتصلت على اختها واختها فعلا راحت لها وفضلت تعيط قدامها بمرارة وبحزن وبأسى، لان فعلا كانت متضايقة من نفسها قوي. فاختها سألتها انت بتعيطي ليه؟ راحت ساكتة وراحت هي حكيالها كل مأساتها بالتفصيل الممل، ما خبتش عنها ولا دارت اي حاجة، كله بصراحة. اختها وقتها ما لقتش نفسها غير ان هي عمالة تضرب فيها وتلطم على وشها وبتديلها بالاقلام وبتديلها قدامها، وما كانتش بتقولها غير بأبشع الألفاظ. ازاي تعملي كده؟ اختها كان عندها صدمة ولكن كان عندها برضو حس، وخرجت من عندها وراحت على طول للجار اللي عامل كده وبلغته ان هو لو ما بعدش عن اختها تتصل بالشرطة وهتجيب له الشرطة وهتروح تبلغ ان هو بيبتزها. وفعلا هو فعلا بعد عنها، لكن مع الوقت اكيد هيحصل حاجة. هو بعد عنها بس قرر برضو ان هو ينتقم منها. لما بعد عنها جارها هي من جواها كانت حاسة ان في حاجة هتحصل. اصل مش معقول هو هتمر خيانتي باسلام كده بسلام. طب كل اللي انا عملته ده عندي من غير حساب، اكيد في حاجة هتحصل. وفعلا حصلت حاجة، في حد بعت لجوزها ان مراتك خاينة وارسل له دليل خيانتها، بس ما كانش جايب الدليل ده، كان معاها كان جايبها لوحدها في اليوم ده. جوزها رجع البيت وكان غضبان جدا وحاول ان هو يعرف منها ايه اللي حصل بالظبط وايه اللي هي كانت بتعمله من وراه. هو ما كانش عنده تفاصيل، فضل يضغط عليها ويضربها ويضغط عليها لحد ما اعترفت على الراجل جارها. بس ما قالتش على اسلام، قالت ان هي كانت بتخونه مع جارها بس ما جابتش سيرة اسلام ابدا. ووقتها جوزها ربطها بحبل وحبسها 3 أيام، وفضل يضرب فيها لحد ما جسمها كله كان وارم. وقال لها انت بالنسبة لي مش اكتر من كلبة، بعد ما كان معززها ومخليها ملكة في قلب بيتها. قال لها انت كلبة ملكيش قيمة عندي غير ان انت ست عهرة ملهاش قيمة. وحاولت اختها طبعا ان هي تصالح ما بينهم علشان خاطر ان هي اختها واكيد زعلانة علشانها ومش عايزة الموضوع يكبر ما بينهم، ولكن طبعا دي حاجة اصلا مش سهل ان يتصالح فيها، دي خيانة دي فترة. وقتها خيرها بحاجتين، قال لها يا تعيشي هنا زي الكلب تربي ولادك يا اما تطلعي. انا مش هوسخ ايدي بيكي، مش هقتلك ومش هعمل حاجة اتحاسب انا عليها، اللي انتي عايزاه اختاريه، بس هتعيشي هنا زي الكلبة والجارية مش اكتر من كده. وقتها هي اختارت ان هي تربي ولادها وتفضل مع جوزها. فقال لها بس ملكيش عندي حقوق، هتبقي كلبة. وفضل يهينها ويجرحها بالكلام، وطبعا هو عنده حق. هي كانت بتقول ان هي اتفاجئت ان جوزها غير متساهل في ايه يا ماما بعد اللي انتي عملتيه؟ استمر الوضع على كده، ولكن حصل تطور بقى لان مفيش حاجة بتستخبى. الموضوع اتطور، وبدل ما جوزها بس اللي عرف واختها بقت الجيران واخدين خلفية عن الموضوع والقرايب، في منهم اللي بقى سامع كلام عنها، فبقت منبوذة من الكل. وفعلا ولا حياة طيبة ولا أي قيمة، وفعلا فضلت عايشة زي الكلبة زي الجارية، حد منبوذ ومكروه من كل اللي حواليه. كان بيأكلها وبيشربها وبيجيب لها أكل وشرب وما بيتكلمش فيه، لكن كان فعلا كارهها وما كانش بيعاشرها ولا كان بيقعد معاها، وكان حابسها في البيت مستحيل ان هي تخرج.
وبمجرد يروح شغله كان بيقفل باب البيت من بره عليها، وما كانش حد بيزورها ولا حد بيودها، وبقت مكروهة من الكل وملهاش أي حيلة. مرت شهور، لكن وقتها بقى سلمى بدأت فعلا إن ربنا من جواها يعني، وفعلا تابت عن كل اللي هي عملته، وتابت عن الذنوب والغلط اللي هي غلطته. وواضح ان هي تابت فعلا توبة نصوحة، وجوزها وقتها خد باله ان هي فعلا تابت وفعلا رجعت عن كل ده وتابت عن كل ذنوبها. هو حس ده، ولما اتكلمت معاه قال لها ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو فعلا يقبل توبتك، ولكن انا مستحيل هعرف اسامحك طول ما انا عايش، فانتي برضو بالنسبة لي ملكيش عندي غير المأوى والبيت وتربية الاولاد وبس، غير كده مش هقدر. يمكن تكون المعاملة اتحسنت شوية بسيطة جدا يعني، والموضوع زاد بقى لان جوزها بقى بيكره ولاده، لان هو بدأ يشك ان الولاد دول اصلا مش من صلبه، ممكن فعلا يكونوا من ولاد حد تاني، وممكن فعلا يكونوا من غيره، لان هي نفسها قالت ان هي مش عارفة ولاد مين يعني، من صلب مين. ودي كانت من بداية الموضوع اللي خلاها تفكر في التوبة. ودلوقتي كانت بتقول قصة علشان توجه رسالة لكل بنت وكل زوجة، بتقول لهم اتقي الله في جوزك وبيتك، ما تخونيش، علشان الخيانة نار، النار دي بتحرقك وبتدمر كل حاجة، وأول حد بتحرقه هو اللي عملها. انتي نفسك اللي هتتحرقي بالنار دي. وطلبت من الناس كلها ان هي تدعي لها ان ربنا يتقبل توبتها ويغفر لها خطيئتها. بصراحة كانت قصة معبرة فعلا، وبتمنى من كل قلبي ان هي تفيد اي حد ولو حتى 1%. ما تنسوش تدعوا لسلمى وتدعوا لي ولكم بالمثل وكل اللي زيها، ويهدينا ويهدي أمة محمد يا رب أجمعين. وبكده وصلت معاكم لنهاية قصة النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم عشان هم كمان يسمعوا القصة. وما تنسوش تقولوا لنا وتشاركونا برأيكم تحت في التعليقات. كنتم مع قصص واقعية.